في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا ايه سبب تحديد الهدف، مظبوط. في الفيديو ده ان شاء الله هكلمك ازاي توصل للهدف اللي انت عايزه. بص، اي حاجة في الحياة عشان خاطر تبقى عارفها، يعني اي هدف موجود في حياتك عايز انك تحققه بيحتاج لحاجتين او لثلاث حاجات. اول حاجة خطة للهدف بتاعك. رقم اتنين نظام تمشي عليه. رقم ثلاثة الالتزام والانضباط بالنظام اللي انت عامله. جميل. يعني انا مثلا لو عايز اي حاجه اوصل لها هوصل لها باذن الله طبعا، ولكن لازم ان انا اكون حاطط خطه عشان خاطر اعرف ازاي اوصل لها. رقم اتنين لازم ان انا يكون عندي نظام وسيستم اتبعه. رقم ثلاثة التزم بالسيستم وبالنظام اللي انا عملته لنفسي عشان اوصل للهدف بتاعي. لاي حاجه موجوده في حياتك عشان خاطر تبقى عارف، لو بتخطط انك انت تاخد اجازه مثلا، تبقى مبسوط فيها، بخطط ان انا عايز اشتري مثلا سياره، او عايز مثلا اشتري تليفون جديد، او عايز ان انا اي حاجه في الحياه، اي حاجه عايز افتح مشروع، لازم يكون في خطه، لازم يكون في نظام، لازم يكون في التزام. لو انت بتكره النظام او لو انت بتكره الالتزام، معناها انك انت مش هتعرف انك توصل لاي حاجه في حياتك، او مش هتعرف انك توصل لاي هدف في حياتك. لاني عشان توصل لازم نظام ولازم سيستم ولازم روتين كل يوم هتمشي عليه، اذا كانت نفسيتك كويسه او مش كويسه ملوش علاقه. المهم عندي ان انا في شويه حاجات كل يوم بعملهم، تمام، عشان خاطر اوصل للحاجه اللي انا عايزها. مثلا يعني واحد عايز يطلع يا سيدي الدور العشرين، تمام، وهو لسه واقف على الارض. عشان يطلع الدور العشرين محدش يعني يقول لي ممكن يطلع بالمصعد او بالاسانسير، اكيد عارف. انا بقول مثلا على سبيل المثال انك انت مثلا هتطلع الاول سلمه سلمه، صح كده، عشان خاطر تطلع الدور الاول، وبعدها سلمه سلمه تاني عشان خاطر تطلع الدور التاني، سلمه سلمه تالت عشان خاطر تطلع، وهكذا لغايه لما توصل. عشان خاطر توصل له للهدف ده لازم تركز قوي على النظام بتاعك انك تطبقه، تبقى عينك على اللي قدامك دلوقتي، مش على الهدف البعيد. تمام. يعني عشان اوصل له هو هدف كبير، الهدف الكبير دوت بيحتاج لشويه آه، حاجات كده امشي عليها، وشويه التزامات هعملها يوميا عشان خاطر اوصل للي انا عايز اوصل له، الهدف الكبير. اركز على اللي انا بعمله دلوقتي. شكرا.